السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم بنات؟ شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله كلكم بخير. اليوم الأكلة عراقية راح أطبخها لكم. بتركيا ما يعرفوها لأن أكلة عربية هي أكلتنا، فأول مرة راح أطبخها لأهل زوجي، وفعلا هواي عجبهم بعد ما أكلوها. أنا دايما أمي كانت تطبخ بيت أمي أكل، وجهالي هم يحبون، فأول مرة جربت. راح أستعمل 4 كوب أرز، نصف كوب شعرية، هيل، ملح، ملعقة ريحة برياني راح استعمل. طبعا الأرز أو التمن نقول ساعتين خليت بيها ماي حار وشوية ملح بقيتها، بعدين صفيتها وغسلتها إلى أن صارت التمن يعني صارت شفاف من غسلته، لأن إذا يبقى الأبيض فبمعنى النشا التمن بيه، وهذا يعني ما يصير التمن حبة حبة، فلازم نغسلها هواي. هسه نضيف زيت وقليل من الزبد ونقلي شعرية تماما، ينقل يعني راح يتغير لونها. البرياني يعني هواية أحبها، من الأكلات المميزة اللي عندي، بس ما أطبخها هواي لأن أهل زوجي ما يعرفون، فهسه هم قاموا ويحبون. بين فترة وفترة أطبخ. طبعا هسه أطبخها بعد أحسن. نقلي الرز وما نقليها هواي لأن مو زين على الصحة، ونضيف القليل من السكر، يعني ملعقة صغيرة يكفي، والهيل وملح. بعد القلي نضيف بهارات البرياني، وإن شاء الله مع مرور الزمن راح أسوي برياني بالدجاج، لأن هاي أول طبخة إلي. مع مرور الزمن بعد كم مرة من أطبخها طبعا راح أتعلم أزيد، وهم مرة الثانية هم راح أطبخها لكم. هسه من نوعية الأرز يختلف إضافة الماء. أنا راح 4 كوب أرز راح أضيف 4 كوب ماء طبيعي و2 كوب ماء اللحم استخدمت، يعني 6 كوب ماء راح استعمل. راح أضيف 750 غرام لحم، كرات اللحم يعني مقطعة، 3 بطاطس، 2 جزر، 500 غرام فطر، كاسة بازالية. البازالية يعني اشتريته حاضر، يعني قواطي مسلوقة يصير، ولهذا ما راح أقليها كونا مضر بالصحة، بس راح أقلي الجزر والبطاطس. والفطر سلقته بعد ما قطعته وخليته بطرف. البازالية هم سلقته خليته بطرف، اللحم هم سلقته وخليته بطرف، بس راح أقلي البطاطس والجزر. هسه نضجت الرز مثل ما تشوفون، وراح نضع جميع المواد وراح نقلبها بواسطة ملعقة. فعلا هواي عجبنا. طبعا أنا كلش أحبه، وأهل زوجي هم هواي حبوا، وإن شاء الله هاي الفيديو هم عجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، وإذا أول مرة تشوفون الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الأهل والأحباب ليكبر القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.